سوق السيارات الجديد بعد التطوير. السوق هنا هيقدم تجربة شراء متكاملة، مراكز خدمة للسيارات سواء إصلاح أو صيانة أو فحص. ده المفترض وحدة المرور اللي موجودة هنا في سوق السيارات، والشبابيك اللي ورايا المختلفة دي كلها الخاصة بكل الإجراءات، إصدار الرخصة لحد طباعتها واستلامها. احنا النهارده موجودين في السوق اللي موجود على طريق المحاجر او بالقرب من طريق السخنه. السوق اللي ما كانش مكانه هنا، اللي كان موجود في الحي العاشر مدينه نصر، اللي كان بيعمل طبعا ازمه مروريه وشلل يوم الجمعه ويوم الاحد للناس اللي ساكنه هناك، والناس اللي كانت بتروح او تيجي من التجمع لمدينه نصر قبل ما يتعمل الطرق الجديده زي محور المشير اللي الناس بتقول عليه الان اي وغيرها من الطرق اللي هناك. لكن قبل ما نبدا، اي اخبار تحبوا تعرفوها عن السيارات او اسعار السيارات هتلاقوها على موقع سيارات مصر eg-car.com. هنحاول كمان في نهايه الفيديو نعمل جوله لاسعار العربيات المستعمله، مش كل العربيات طبعا، على الاقل العربيات اللي هي مشهوره او بيكون عليها طلب كبير. السوق هنا المفترض ان هيقدم تجربه شراء متكامله سواء للمشتري او البائع عن طريق عرض السياره هنا، وبعد طبعا ما بتلاقي المشتري بتقدر ان انت تخلص الاجراءات بمنتهى السهوله عن طريق وحدات المرور، وقبل طبعا تخليص الاجراءات فحص العربيه والتاكد من ان هي سليمه من الناحيه الفنيه، وكمان ان اوراقها مظبوط وما فيهوش اي مشاكل من خلال وحده المرور. زي ما حضراتكم شايفين ده المفترض وحده المرور اللي موجوده هنا في سوق السيارات، والشبابيك اللي ورايا المختلفه دي كلها الخاصه بكل الاجراءات، اصدار الرخصه لحد طباعتها واستلامها، وبعد كده عمليه دفع الفلوس اللي هتكون سهله من خلال فروع البنوك اللي بتكون موجوده هنا. السوق هنا بيسعى لحد 4000 سياره بالنسبه للجزء الداخلي اللي بيتم عرض العربيات فيه، لان في جزء باركنج خارجي خاص بالسيارات الخاصه بالمشترين. لو جاي تشتري مش هتحتاج تخش جوه، هتقدر تركن في الباركنج الخارجي، لان الدخول هنا للعربيات اللي بتتباع بيكون الرسوم بتاعته 50 جنيه، اما الانتظار بره في الباركنج بتاع المشتريين فبيكون تكلفه الانتظار بره 20 جنيه. سوق السيارات المستعمله الجديد اللي احنا فيه النهارده مقسوم لمجموعه اجزاء. الجزء الاول وهي الساحه اللي احنا موجودين فيها ديت، واللي بتبدا العربيات تنتظر فيها في صفوف عشان يبدا المشترين يجوا يتفرجوا عليها، وفي مجموعه مباني هنا المفترض ان هيكون فيها معارض للعربيات المستعمله، وكمان مراكز لفحص السيارات ومراكز للاصلاح، وكمان البنوك ومجموعه كافيهات للانتظار واسم شرطه. اللي احنا فيه حاليا ده المبنى اللي مفترض فيه كل مراكز الصيانه او الاصلاح او الفحص، وكمان في هنا كافيه صغير فيه مشروبات، فيه مأكولات خفيفه ممكن تاخدها زي ما تحب يعني. وفي بعض الكافيتريات النهارده اللي بدات تشتغل بشكل فعلي، واللي لسه حتى كمان شغالين في التشطيبات النهائيه، لكن بيقدموا الخدمه للجمهور عادي. نقطه مهمه حابب اتكلم فيها، كل التطورات اللي احنا بنشوفها الفتره الاخيره ديت كانت المفترض انها تحصل من زمان، لكن كل التطورات والانشاءات ديت عمرها ما هتكتمل الا لو المواطن حس بتحسن احواله الماديه، والازمه الاقتصاديه الاخيره اللي كلنا بنعيشها تبدا تتحل، لان زي ما قلنا قبل كده المواطن هو هدف التنميه وغايتها. حاجه من الحاجات اللي تعمل حسابك عليها هنا لو انت جاي تجيب معاك اكل او اي احتياجات، لان لسه لحد دلوقتي الاماكن اللي هنا ما بتقدمش اكل، يمكن هي بتقدم مشروبات واي احتياجات تانية حاول تجيبها، لان احنا في مكان يعتبر بعيد شويه، واقرب مكان لينا هنا هي القطاميه او اطراف التجمع، وده المسجد اللي موجود هنا في السوق. كمان في الرجوع مفيش مواصلات هناك، فلو اي حد من المسؤولين يبدا يوفر اي باص مثلا يبدا ينقل لاقرب موقف او اي منطقه من المناطق اللي فيها مواصلات. خلونا نبدا جولتنا للاسعار العربيات الموجوده هنا في السوق.
السوق النهارده كان في حركه من العربيات اللي كانت موجوده، وكمان من حركه البيع والشراء اللي لاحظتها في الداخل. السوق شغال طول ايام الاسبوع، مش جمعه وحد بس، وشغال 24 ساعه، لكن طبعا علشان تيجي وتلاقي عربيات بكثافه هنا طبعا هتيجي يوم الجمعه والحد.